ازيكم مع أنا الحكاية push your passion. النهاردة هنبدأ حكايتها بودكاست، وأحلى حاجة إن أنا ببدأ بأحلى واحدة، مش بس علشان هي حبيبتي وأنا بصراحة شايفاها نجمة النجوم، ولكن لأنها غيرت مفاهيم كتيرة جدا عن الست في مجال العمل، وغيرت البوصلة تماما، مش بس في مصر ولا العالم العربي، الأهم من ده إن في أوروبا. معانا سمر حلمي. سمر أول مرأة عربية تقود مجال اللوجيستكس أو اللوجستيات في أوروبا. ده موضوع غريب، أصلا مرأة عربية جوه اللوجيستكس في مصر أصلا مش موجودة، فبالكو بأوروبا. أهلا بيك يا سمر. والله إيه المقدمة، حبيت نفسي، إيه المقدمة الحلوة دي. أحلى حاجة بقى كمان عايزة أقولها على سمر إن هي VP Mentor Size. مضبوط. ومنتر سايز دي حاجة عزيزة جدا على قلبي، لأن هم اللي ادوني السيرتيفيكيشن والقوة في الإرشاد الحياتي والإرشاد النفسي والأسرة الإيجابية والبرمجة اللغوية، مش عارفة أقول إيه تاني، وتنويم مغناطيسي. شريكة، كمية أنتِ شريكة في منتور ساينس. كمية بالظبط كده، كمية شهادات خدتها في حياتي ممكن يكون أكتر حاجة خدتها مع منتور سايز. بقالنا 10 سنين أهو، اتشرفنا. وبصراحة شرف ليا ومنوراني يا سمر النهاردة في شكرًا يا حكايتها أماني. بودكاست. وعايزين بقى ندي كده دفعة شغوفة، إيجابية. بالظبط كده، لكل بقى الستات عشان يقدروا يشوفوا ازاي ممكن يوصلوا اللي انت وصلتي له طبعا، يعني او يعني على الاقل يتعرفيهم على الطريق. أحسن إن شاء الله. فاول حاجه بقى عايزاكي تحكيها لنا كده، بما اننا في انا الحكايه وحكايتها، أيوه. ادينا كده اول حاجه هتحكيها لينا من حكايتك هتكون ايه؟ أولًا أنا معجبة جدًا باسم البودكاست، أنا الحكاية، يعني تحسي cozy. تطلعي فعلًا بحكاية تستفيدي منها، غير بقى ما يقول لِك أنتِ بتشتغلي إيه وليه والحاجات دي، لأ تحكي حكاية، لإن أنا باشوف إن حكايات البني آدمين من وهُم صغيرين هي دي اللي الناس بتستفيد منها، يعني إنما التايتلي مش هيفيد الناس في حاجة، دي حقيقه. إنما الناس هتستفيد إيه، هتستفيد من التجارب بتاعتي، من حكايتي يمكن، فشكرًا على اختيارِك لاسم البودكاست الأول. لا ده انا متشرفه بيكي، ميرسي. وكلنا شغوفين نسمع الحكايه. أنا الحكاية عندي أنا كسمر يمكن ابتدت من وأنا صغيرة، من وأنا طفلة، وأنا دايمًا أقول إن أنا كنت طفلة محظوظة بأهلي جدًا، يعني كنت نشأت في أسرة واعية جدًا، شايفة إن في potential في طفلة لأ يطلع منها حاجة فاشتغلوا عليه. أنا كانت جدتي والدة والدتي مديرة مدرسة، وكنت وأنا عندي سنتين كنت باتكلم عربي وإنجليزي وأنا عندي سنتين، يعني كنت ناطقة لبلب كده من وأنا صغيرة باقول لِك، كانت بتاخدني معاها المدرسة، تقعدني في فصل سنة أولى ابتدائي، اللي هو فيه 6 سنين، يا أطفال 6 سنين وفي وماما وتيتة هنا شافوا إن في طفلة عندها سمات قيادية شوية، مهم. وأنا عندي سنتين، سنتين مهم. ونُص، مهم. لإني كنت معترضة إن ليه رائدة الفصل هي طفلة تانية عندها 6 سنين، فأنا باطلع يعني عذرًا للمشاهدين باجيبها من شعرها وأقعدها في هذا الديسك موضوع وأقول لها تاني. أنا جدتي مديرة المدرسة، وأنا اللي اركني أعرف اركني أقف انت على بقى على الفصل، كده. اركني أنتِ على جنب، وهي صاحبتي الأنتيم لغاية النهارده، فكنت حاسة إن أنا عايزة أبقى يعني عندي سيطرة على الفصل ده بشكل أو بآخر، ومن هنا شافوا إن الطفلة دي ليها مختلفة، اها. وأنا دايمًا لمّا باتكلم عن نفسي باقول مش شرط يبقى الأحسن، لا بس بس دي أنا أثّرت جامد مختلفة عن اللي جدًا، حواليّا. بالضبط. لأ وهُم لعبوا على القصة دي عشان دي حتّة مهمة جدًا. بالضبط. ساعات الأهل ما بياخدوش بالهم من صح. الحاجات الصغيّرة دي، صح. وبالتالي عايزين ننمّيها طبعًا للطريق الصح، صح. عشان إن شاء الله ما تجيبيش حد من شعره تاني. لا، لا، لا. أيوه. دلوقتي أنا تمام، عندي ثبات انفعالي. ف طيب ده بالنسبة لبدايتِك كطفلة، وده اللي طلّعِك من الحتّة القيادية واتشافت فيكِ، وأهلِك عملوا اللازم تجاه القصة ديًّا، صح. وكانوا هُم زي ما نقول الدايرة الآمنة للدعم ليكِ من الصغر. مضبوط. طيب إزاي بقى دخلتِ المجال بتاع اللوجستيات؟ دي نقطة مهمة جدًا عايزين نعرفها، وإزاي وصلتِ أوروبا؟ دي نقطة كبيرة جدًا برضه.
أنا دايمًا ومش أي باقول أوروبا، ده أنتِ في ألمانيا، اللي هي البلد أنا اللي هي بادير أصلًا بادير 65 دولة من ألمانيا، يعني أنا اهم. based في ألمانيا بس بادير 65 دولة. دايمًا باقول إن أنا كنت حاسة إن مش كفاية اللي باعمله. أنا دراستي كانت إعلام، قسم راديو، كنت طالعة الأولى، اشتغلت في مبنى ماسبيرو سنة، ما اتبسطتش أوي، أمّا حسيت إن مش ده مكاني. فساعتها صديقتي الله يرحمها رشحتني إن أنا أروح في مجال مختلف الlogistics، ومن 20 سنة 21 سنة كانش بالضبط، طبعًا الكلام ده كنت موجود لمّا آجي أصلًا. أعرّف نفسي لحد يقول لي حتى صحابي إيه القريبين، logistics ده؟ يقول لي: "أيوه يا بنتي يعني أنتِ بتشتغلي إيه؟" إمم. فكنت لازم وأنا باعرّف نفسي أشرح بقى يعني إيه logistics and so on. ابتديت إن أنا أدخل المجال ده، كنت حاسة إن أنا فاشلة جدًا بعد أول أسبوعين 3 لإنه مجال صعب جدًا، دي الterminology حقيقة. اللي فيه صعبة جدًا، جدًا، والprocess نفسه صعب. process رهيبة إمم. خطيرة، وأنا كنت باشتغل في حاجة اسمها freight forwarder 5PL اللي هو بتعملي كل حاجة في إمم. العالم، إمم. يعني بس المصنع يصنع بس، إمم. هو ده دوره. الprocess كلها طويلة جدًا، كبيرة جدًا، نقل، تخزين، distribution، جمارك، warehousing، يعني حاجات كتير أوي، يعني كل حاجة. اهم. شحن بقى، يعني تفاصيل كتير، بلاد مختلفة، لغاية ما الclient يستلم الحاجة تتحط في بيته. ف فالprocess كانت طويلة أوي، وبعد كان دايمًا أنا بصراحة مديري كان داعم ليّا جدًا، جدًا، اهم. وكان بيشوف إن أنا شاطرة و وكان بيدعمني، وكنت في مرحلة يعني خلاص بعد حوالي 10 سنين أنا كنت نجمة. إمم. نجمة بمعنى الكلمة، أنا كنت اهم. بادير كل المشروعات الجزء الخاص بالlogistics، كل إمم. المشروعات الحكومية اللي في البلد، باتعامل مع أكبر وأهم أسامي اهم. سواء في مصر أو برّه مصر، اهم. أكبر brands في أي صناعة كنت باهندل الشغل بتاعهم حسيتِ وباديره. بإيه؟ حسيتِ بإيه لمّا دخلتِ المجال دوّة؟ بما إن أنتِ خريجة إعلام وما لقيتيش نفسِك في الحتة دي، إيه اللي خلّاكِ يطلع أحسن ما عندِك؟ ما لقيتش نفسي في ماسبيرو مش في الإعلام، يعني آه. أنا حتى الإذاعة شغفي لغاية دلوقتي، أنا آه. باحب الإذاعة جدًا أوكي. والراديو. حسيت إن المجال ده بعد أول سنتين أنا ده مكاني. اهم. لإن على فكرة الإعلام، دراسة الإعلام فادتني جدًا في مجال logistics، علشان وأنتِ تقدري تتعاملي مع طبعًا، أنتِ طبعًا. أستاذتنا في مجال logistics، يعني برضه في الحتة دي، أنتِ تخصص موارد بشرية بس في صناعات كتير منها logistics دخلتِ فيها، لإن التعاملات مع الناس، communication مهم أوي، أيوه. negotiation، صح. إزاي يبقى عندِك شوية كده. أنا باشوف دراستي الشخصية يعني قناعتي الشخصية إن الذكاء العاطفي ده لا يُكتسب، صحيح. هو طبعًا في ناس ضد، أنا بس ممكن نقدر إن إحنا نستوعبه، نحسّنه، حسّنه ونستوعبه، شوية. ونستوعبه، لإن نقطة الاستيعاب بتاعته دي نقطة مهمة جدًا، آه. ولكن أنا دايمًا باتخيّل إن أي حد عنده هدف معيّن في دماغه لنفسه إمم. مع شغف إمم. بيطلّع أحسن ما عنده، حقيقي. يعني بس خلّيني بيطلع أضيف بعد إذنِك على المعادلة دي استمرارية، صحيح. دي أهم حاجة، صحيح. لإن ممكن يبقى عايزة توصلي لحاجة آه. شغوفة، بس بتصحي كل يوم مزاجِك مش جايبِك إن أنتِ تعمليها، مش آه. هتروحي في حتّة. عارفة ليه؟ ممكن يكون الهدف. يعني أنتِ برضه يا سمر هدفِك إنِّك أنتِ تحققي مراكز معيّنة ليكِ في مجال العمل، ومتهيأ لي ممكن ده اللي دفعِك إمم. الدفعة الجامدة دي، لإن أنتِ ما شاء الله وصلتِ لمراكز مرموقة، ودي نقطة آه. يعني لازم نحييكِ عليها بصراحة. شكرًا. أنا هدفي إن أنا أبقى مبسوطة في إمم. الحياة، لو تسأليني إمم. إيه هدفي في الحياة؟ إني إمم. أكون إنسانة سعيدة. كلنا. من وأنا صغيرة، أي حاجة من وأنا صغيرة، أي حاجة بتخدم الهدف ده في يومي أنا باعملها. فعشان كده نرجع لفكرة إن أنا كنت دايمًا باشوف إن أنا شخص مختلف عن اللي حواليّا، مختلف في إيه؟ تاني مش شرط يبقى للأحسن أو للأسوأ، بس أنا تفكيري مختلف عن اللي حواليّا، طريقة دايمًا أقول التعاطي بتاعتي والتعامل بتاعتي مختلفة. أنا كلمتي واحدة تمامًا. اهم. مواعيدي sharp جدًا، يعني أنا اهم. تضبطي الساعة اهم. عليّا. اهم. يعني تصدقيني ما تصدقيش الساعة، آه ده بالضبط مضبوطة كده، جدًا. بالضبط كده. القيم بتاعتي والحدود بتاعتي واضحة جدًا، ما اهم. باعملش أي استثناءات، اهم. فالدنيا قد تبدو الأشخاص في حزم زيادة. إمم. أنا بالنسبة لي أنا شخص مرن جدًا، وأنتِ يعني اهم. عارفاني، شخص إمم. مرن جدًا إلا فيما يختص بقيمي. وعلى فكرة دي حاجة مريحة جدًا. جدًا، لأن دي المفروض بتساعد جدًا مش لأ كل دي الناس على لا، فكرة. بتساعد طبعًا، لأن خلاص إحنا عارفين إيه النظام، صح. خلاص نعرف نتعامل 1+1=2 العملية ما فيهاش بقى لف ودوران، مش هنقدر آه. بقى نقعد نقرا ما بين السطور، آه. الموضوع ده تلاقينيش موضوع في الحتة دي مقلق أوي. خالص. طبعًا في الرحلة ديًّا بيحصل حاجات كتيرة أوي، ممكن أوي تبُصّي تلاقي نفسِك متوقعة حاجات معينة من بعض الأشخاص ما تلاقيهمش هم اللي كانوا واقفين جنبِك في اللحظة اللي أنتِ كنتِ محتاجاها. آه. احكي لنا عن حكاية كده.
مش هتصدقي لو قلت لك ان ده ما حصلش معايا. طب عارفه ليه؟ والله هايل. لان انا اتعلمت من وانا صغيره ان ما يبقاش عندي توقعات، اوكي. والموضوع ده يعني يمكن احدى الحاجات اللي فادتني في حياتي، مهم. فخلتني ثابته. ما عنديش، انا عارفه انا عايزه اعمل ايه، دايما عندي بلان بي، مم. مش معتمده على اشخاص. عارفه دايرتي الاولى كويس اللي هم اهلي وصحابي القريبين، انا شخص عارف الدوائر بتاعته، اوكي، فيري جود. وعارفه كل شخص محطوط في انهي دايره. بس في ساعات بيحصل لنا بعض الإحباطات في الطريق، اه برضو دي نقطة مهمة لأن احنا طبعا بني آدمين. طبعا. ودي نقطة مهمة جدا بمناسبة الدوائر، ازاي نقدر ان احنا لما يحصل لنا الوعكة امم في الطريق نقدر نطلع منها ازاي. امم دي نقطة أحبك إن أنتي طبعا تحطي عليها شوية ضوء علشان برضو الستات الآخرين يقدروا يشوفوا، بالذات اللي في مجال العمل، لأن في ساعات كتيرة جدا ناس بتسيب المجال تماما من طبعا تحت بعض لاشخاص القصص. تانية. طبعا أشخاص تانية طبعا. ومواقف اوه وعنصرية طبعا وحاجات كتيرة جدا بنشوفها في مجال العمل. طبعا. لو هنتكلم اتلارج بصوره كبيره، عدم وجود توقعات دي حاجه مهمه قوي. مهم. احنا انتي حضرتك تفضلتي قلتي ايه؟ مجال العمل. مم. احنا جايين نعمل ايه؟ نعمل. مم. يعني ده المفروض. بس في ملابسات فكرة محيطة. مم. فكرة ان احنا جايين عندنا توقعات ان احنا لازم نبقى محبوبين من الكل، لا احنا مش في نادي، احنا مم. جايين بنشتغل، مهم. فلازم الكل يحترمني، دي ما فيهاش مناقشة. الغيرة بقى، تحبيني ما تحبنيش دي في حاجة بقى انا غيرة مش بقى، في طالباها. غيرة وفي مطامع وفي طبعا حاجات كتيرة جدا طبعا. بنشوفها جوه مجال العمل. ازاي انتي قدرتي تتعاملي معاها؟ تحطي اولويات، تحطي حدود واضحة جدا، انت بتقبلي ايه وما بتقبليش ايه، من غير اي تنازلات، من غير اي exceptions. مهم. لان دايما اقول الاستثناءات مكسب قريب خسارة بعيدة. مهم. وحسب كمان بتعملي اكسبشن لمين، ممكن يتفهم ازاي. مهم. فحدودك واضحة جدا، عارفة أولوياتك، عارفة ازاي تشتغلي، وان احنا جايين نشتغل بس. مهم. ودايما أقول أنا مش من مدرسة الصداقات القريبة قوي في مجال العمل. مهم. أنا مدرسة إن نبقى كلنا فريق واحد، مهم. كلنا عندنا هدف واحد مهم. لمصلحة الشغل. في اللي هو احنا بقى بالمصري بنسميها أسافين كتير. أنا عايزة أقول لك إن أنا التشالنجز اللي عندي في مصر كانت أكتر من التشالنجز اللي أنا واجهتها في أوروبا داخل الشركات. حقيقي. متخيلة. انت متخيله؟ متخيلة الأسفين ممكن تبقى شكلها ايه مع اختلاف لان البلاد. مع كمان شخص شويه حازم اه زي اه واحده ست كمان. اه فناس كتير انا اللي ساعدني ان انا ثباتي الانفعالي عالي قوي. مم. ما بنجذبش دايما اقول للهراءات. مم. فممكن تشوفي ناس انت بتترقي، يعني كنت بترقى بشكل كبير مهم. سواء كتايتل او كمسؤوليات، اوكي. كمساحة. فتشوفي ان في ناس ممكن تبقى مش متقبلة ده، لو رجل وكبير في السن، او حتى لو واحدة ست على فكرة. ممكن تكون عندها غيرة زي ما انت صحيح قلتي، صحيح. شايفة ان هي تستحق. مم. انا كنت شايفة ان دايما انت ممكن تبقي رايفل او تبقي منافسة، طبعا فبالتالي كل واحد طبعا بيخاف على مكانه، يعني طبعا الموضوع مش اكيد. آه. ممكن تبقى هي كانت في تايتل كبير جدا في شركة تانية، وجات الشركة انا في تايتل اعلى، فهي شايفة يعني مم. ايا كان اسبابها. اها يعني كل واحد عنده اسبابه، فايا كان اسبابها انا جايه اشتغل، فببقى عارفه الحدود اللي بنتحرك كلنا فيها بشكل بروفيشنال جدا، بشكل لطيف لبق محترم. انا بشوف ان دي اهم حاجه. لا دي حاجة جميلة. هنطلع بقى من مجال العمل ونخش اه المجال الحياة، الله خلاص، عشان دي نقطة مهمة قوي. جدا. طيب سمر بقى في مجال الحياة هي أدوارك إيه؟ زوجة، اخت، ابنه، إيه بنت، بالظبط؟ عمه، ادينا دي كده، ادواري. وادينا كده جوه الأدوار دي أنت عاملة إزاي؟ انا عيلتي وبتعملي إزاي حياتك في وسط خضم اه المكوكية اللي أنت عايشة جواها؟ انا عيلتي اهم حاجه في حياتي، مهم. عيلتي وصحابي، دايرتي الاولى اهم حاجه في حياتي. يعني انا ببسط اكتر وانا مع عيلتي. أوكي. لما اسافر عيلتي تبقى معايا، مهم. صحابي القريبين دايرتي الاولى تبقى معايا. مم. يعني بحس لما يبقى في حاجه حلوه اي شير، بشاركهم بيها. أوكي. فتحسي عارفه شيرنج آه. بيكبر الفرحه. انا عندي ده، او انا الحمد لله سعيده بده. ناس كتير قوي هتفكر تقول الجواز والخلفة ساعات بتأثر في المسيرة بتاعتنا جوه مجال العمل. قدرتي تتغلبي على ده ازاي؟ تحديد اولويات. مم. انتي عارفه دورك ايه. انا دايما اقول في حاجتين بيحصلوا. انا وانا داخله باب البيت بسيب التايتل بتاعي على باب البيت من بره. مم. خلاص انا زوجه وام، وبستخدم بقى مهاراتي اللي اتعلمتها في الشغل جوه البيت، بس مش مهم. التايتل بتاعي. اوكي دي اوكي. حاجه مهمه جدا. الدعم بقى.
الدعم بيجي من الشريك ومن من الأهل. أنا الأهل عندي أمي، أخويا، خالي، خالتي، بجد عندي دعم مش طبيعي منهم. إحنا أسرة صغيرة يعني عددنا أوكي، صغير، أوكي. فأمي وأخويا وخالي وخالتي بجد دعم مش طبيعي. وبالنسبة للشريك، النقطة دي مهمة أوي، لإن ساعات كتير أوي السيدات بتلاقي بعض الصعوبات من الشريك، ده أكيد. يعني عشان تكبري وتروحي وتسافري وهو عنده business هنا والدنيا أنا في حالتي mentor أنا size، يعني مش حاجة أيوه قليلة، طبعًا. فإزاي قدرتِ تعملي القصة دي؟ لإن أنا شريكي واثق في نفسه. أوكي. وعارف إحنا بنتحرّك في إيه. إحنا عندنا اتفاقات اتفقنا عليها في الأول، ما حدّش فينا بيُخِل بالاتفاقات دي في النُص، اللي هو اهم. يعني عارفة في trend على السوشيال ميديا كده كان طالع فيه راجل بيطفي الست وراجل بينوّرها، آه. فهو دي حقيقة على أيوه فكرة، دي حقيقة لإن طبعًا، ممكن هو طبعًا. آمم يطفي. تمامًا، إمم. يطفيكِ تمامًا. أكيد عندنا اختلافات، يعني you should really see us when we disagree really مش عارفة حتى أصيغها بالعربي يعني بس لمّا بنختلف قلّما لمّا لمّا نختلف، إحنا بس لمّا قلّمة هنختلف لإن هتبقى شوية أو قيمنا شوية واحدة. وهو هادي برضه. بس إحنا مختلفين تمامًا، إحنا ما فيش بيننا أي حاجة مشتركة إلا حُب الخير والحق، وحتى الapproach بتاعنا فيهم مختلف أوكي، حقيقي. أوكي. بس عارفين كل واحد بس دي دوره بتبقى إيه. حاجة كويسة لإنها بتبقى compatible، يعني بتكمّلوا بعض. حسب أنتِ هتوظّفيها يعني إزاي. يعني هي القصة مش لازم يبقى الاتنين بيحبّوا نفس الحاجة لا، لا، ما فيش بيننا ويعرفوا أي حاجة مش هو شرط. بيحب الليل، أنا باحب النهار. إمم. هو ما بيحبش الفرهدة، أنا حطّيني في فرهدة بس. هو ما بيحبش السفر، أنا كل يوم باسافر، فاهمة؟ آه. فما فيش بيننا فعلًا حاجات فأنتِ حسب بقى بتلاقوا حاجات مشتركة ما بينكم إزاي، دي نقطة مهمة أوي، وأنتم تبقوا صحاب. إزاي بقى؟ بتتفقوا يعني تعالَ نعمل حاجات، ممكن هو يبقى في حاجات مش حاببها، في حاجات أنا مش حاباها، بس خلاص الطرف التاني بيحبها، فنتفق على حاجات، نحاول نسمع بعض. يعني أنتِ كمان عشان عارفانا، فإحنا الاتنين أشخاص دماغنا قوية أوي. دي حقيقة. ويعني عندنا قدر من الوعي عالي شوية. لأ، الحتّة ده المهمة بيبقى على للناس فكرة دي ممكن يبقى challenge. طبعًا جدًا، لإن آه، الوعي ده ممكن يأثّر على طبعًا. طريقة تفكير، ولكن الحاجة الحلوة اللي أنا باشوفها فيكم الحمد لله يعني، إن أنتم الاتنين عارفين، كل واحد عارف هو عايز إيه، وعارف دوره في الحياة. بالضبط، وبنساعد بعض إزاي، وما بنجيش على بعض إزاي، آه، ودي نقطة مهمة بنحاول. أوي، I think ما شاء أتمنى هو الله، يبقى لأ I متّفق. think ما شاء الله هي دي نقطة كويسة جدًا. النقطة بقى المهمة كمان اللي أنا محتاجاها منِّك، إنِّك أنتِ النهارده لمّا يكون عندنا شابات داخلين مجال العمل، والlogistics بقى له 10 سنين، أنا فاكرة كويس أوي لمّا كان حد من أصحاب ولادي عايزين نخش إيه، لا أخش logistics، صح. لإن logistics كمجال مجال مهم جدًا، إمم. ومجال ما فيهوش ستات، وبالتالي كل ما كنت بالاقي فرصة إن أنا أنصح فيها، من مجالي طبعًا في الموارد البشرية، كنت بانصح خشوا logistics. صح. أوكي، طيب أنتِ تقدري تنصحيهم بإيه؟ لإن مش سهلة برضه، بيخشوا وبيشتغلوا، بس بتبقى العملية صعبة جدًا، وبيقابلوا كمية resistance أو تعنُّت، خلّينا نقولها كده، ما بتبقاش سهلة. في مجال اللوجستيات نسبة السيدات في مراكز قيادية في العالم لا تتعدى ال7% من إمم. المجال. دي حقيقة. نسبة السيدات في الfront line اللي هي customer service operation 35%. إمم. أنا الشركة الأولى اللي اشتغلت فيها كان فيها نسبة ستات أكبر بكتير من الرجال، ولكن مش مناصب قيادية أوي، أوكي، كان في حد أو 2 أوكي، بس في المناصب القيادية. أوكي. فشُفتِ من الإحصائية في آه، العالم كُلّه آه، 7%. آه، في مصر أنا لا أتذكّر غير إن في فرد أو 2 ب ب بيديروا شركات logistics عائلية family business. أوكي. فالدنيا بتبقى سهلة شوية. إمم. ولكن عايزة تدخلي مجال الlogistics، مجال logistics هو أهم مجال في العالم لسبب، لإن هو المجال الوحيد هو والكهربا والIT اللي صحيح. داخلين في أي صناعة في العالم. إمم. فأنا إمم. باقول logistics دايمًا باقول أم الصناعات حقيقي. اهم. اهم. هاتي لي مجال واحد مش داخل فيه logistics، صحيح. ما فيش. اهم. فأنتِ حابة المجال، آآ شوفي من ناس، يعني شوفي من خبرتي، من خبرة ناس تانية، دَوّري على الإنترنت دلوقتي مسهّل لنا العالم كلّه. طبعًا. شوفي هل وChatGPT هتقدري بقى. وChatGPT بقى والحاجات دي كلّها، هل هتقدري يبقى هو ده مجالِك والّا لأ؟ إمم. شوفي إيه التحديات اللي الناس بتقابلها. شوفي اقري عن المجال بشكل أوسع. المجال ده لازم دراسة أوكي. عشان تنجحي فيه أوي. اهم. لازم تبقي عندِك قدرة على فهم
ما وراء الأحداث والكلام واتخاذ قرارات سريعة. إمم. اللوجيستكس مجال دايناميك بشكل مش طبيعي، اهم. كل 5 دقايق ممكن يبقى في حاجة بتتغير وحاجة إمم. بتحصل وقرار إمم. لازم يتاخد. اهم. اهم. فالقرارات دي بفلوس، بتتعاملي مع صحيح. بضايع، بتتعاملي مع خدمات بأرقام كبيرة اهم. كبيرة. اهم. فأنا كنت بدير مثلا بزنس ببلايين billions of إمم. dollar. إمم. فأنت متخيلة فلا فالموضوع محتاج دراسة بُصّي، هو كبيرة. القصة دي قصة مهمة أوي، لإن إحنا عندنا مشكلة في الtransfer of knowledge أو إزاي نقدر إن إحنا ننقل المعرفة أو نوثّقها، عشان كده طبعًا أنا كنت مهتمة جدًا بحكايتها وأنا الحكاية صح. علشان أقدر إن أنا أسلّط الضوء على شخصيات مصرية قدرت إن هي بالذات ستات طبعًا، لإن الرجالة بيبقى الأضواء عليهم طول النهار، مش أيوه. باقول كده ما فيش عنصرية ولا حاجة، ولكن مجتمع دايمًا ذكوري. دايمًا الستات أمّا تبقى يعني ممكن بتلعب behind the scene أو بتلعب صح. خلف الأسوار، اه. فمهم أوي إن إحنا نسلّط الضوء على إزاي نقدر إن إحنا ناخد الصفوف الأمامية ونكبر في مجالات مختلفة، مش لازم مظبوط. تكون المجالات المتعارف عليها للستات، صح. ودي نقطة من النقط المهمة أوي، بتفكّري إزاي تنقلي خبرتِك دي؟ في 3 حاجات باعملهم. أول حاجة أنا شغّالة على أولًا باحاول عن طريق السوشيال ميديا بشكل أو بآخر أنقل الخبرة دي. تاني حاجة أنا باعمل مؤتمرات كتيرة ليها علاقة بالموضوع ده. تالت حاجة ودي الأهم بالنسبة لي في الفترة دي، إن أنا شغّالة على برنامج كامل للحكومات وللشركات ولحتى الأفراد لدعم وتمكين تشغيلي مش تنفيذي. ده مهم أوي. آه. للمرأة في مختلف المجالات، يعني في الإدارة في مختلف المجالات، بس بالذات كمان في في اللوجستيات. الlogistics وإحنا بنختم مع بعض لقائنا الجميل دوًّا مش عايزة أختمه طبعًا يعني أيوه. بس مهم أوي إن إحنا نتكلم على transfer of knowledge أو إزاي ننقل المعلومة علشان يقدر ناس كتير أوي ت ت ت تتعلم وتعرف إزاي تقدر إن هي تمشي في هذا المجال وتعمل إيه من منطلق الستات، لإن إحنا عارفين إن الموضوع مش سهل، وإن إحنا عايزين كمان آخد منِّك النصيحة الأخرانية اللي ندّيها للستات عمومًا عن حكايتهم وعن طريقتهم. أنا باحاول أعمل 3 حاجات، لإن هو ده أصلًا الmission بتاعتي، إن أنا أفتح الباب لنفسي، أفتح الباب لغيري وأنوّر بقى. يعني غيري خلاص يدخل كده ده في نور يدخل بقى يقعد براحته ويشوف هيكمّل هو حكايته إزاي. ف3 حاجات باعملهم. أول حاجة عن طريق باحاول عن طريق السوشيال ميديا، إن أنا وقتي ضيق جدًا، فباحاول عن طريق السوشيال ميديا لو في أي فرصة لنقل أي خبرة أنا باحب أعمل كده. الحاجة التانية عن طريق برامج. أنا شغّالة على برنامج كامل هابتديه في الأردن، هيبقى الlaunch بتاعه كمان أسبوعين في الأردن. برنامج كامل لدعم وتمكين المرأة في القيادة بشكل تشغيلي مش تنفيذي. حلو أوي. يعني في مختلف المجالات، لإن أنا خبرتي في الleadership والmanagement. اهم. تخصصي logistics، بس أنا أقدر كexecutive صحيح. أدير كل الindustries. طبعًا. البرنامج ده هيخرّج السيدة سواء هي مديرة، سواء هي عايزة تطلع لC level، فاهمة اقتصاد، فاهمة قرارات، فاهمة management، leadership، how to coach الteam بتاعها. اهم. فأنت فأنتِ بتخلقي مؤسسة كاملة تقريبًا. اهم. فدي حاجة مهمة جدًا، هيبقى مع حكومات، مع أفراد، مع مؤسسات. والحاجة التالتة إن أنا شغّالة على كتاب هيتم إطلاقه قريب. دي حاجة جميلة دي أوي. معلومة exclusive أيوه. تمامًا يعني، عن لسه ما اخترتلوش الاسم، بس هو في مرحلة التنفيذ حاليًا، عن أساسيات الleadership، بس هو مختلف. هو كتاب أوكي. تفاعلي جدًا، جدًا، جدًا وتطبيقي جدًا. أعتقد إن من خلال الحاجات دي يمكن شوية الخبرات البسيطة اللي عندي ممكن تنتقل لناس لأ تانية. حلو أوي، إحنا كمان كحكايتها podcast نبقى معاكِ يا ريت. في الsignature of the book ده أكيد لازم إن لازم، شاء الله. خلاص أنتِ حاجزة أهو. وبالنسبة للبرنامج دي نقطة مهمة أوي، أنا أحب برضه إن إحنا ناخد عليها معلومات، أها. ونقدر إن إحنا برضه نشارك بيها علشان لو حد عايز إنه يعرف أكتر، دي طبعًا تبقى مهمة، نقدر إن إحنا نوسّع الرقعة بتاعتنا يا ونوسّع ريت. رقعة الستات، إن هي تقدر تبقى شايفة يا ريت، الدنيا ده ماشية هدفي. إزاي، وناخدهم معانا في حكايتنا وأنا الحكاية. أنا متشكرة ليكِ جدًا، أنا جدًا، جدًا يا أنا سمر، اتبسطت أوي، أوي. وبجد بجد متشكرة لوقتِك، و نشوفكم تاني في أنا الحكاية وحكايتها، مع حكايات كتير ملهمة وكلّها شغف.